العاجل. محكمة الجنايات بفرنسا تصدر حكمها في قضية الفنان المغربي سعد المجرد. قضت محكمة الجنايات بفرنسا الجمعة 24 فبراير 2023 بسجن الفنان المغربي سعد المجرد 4 سنوات، عام واحد نافذ، وغرامة 375 ألف يورو، ومنعه من دخول فرنسا 5 سنوات. وأدانت المحكمة المجرد بتهمة تعنيفه لفتاة فرنسية. هذا وكانت النيابة العامة الفرنسية قد طالبت مساء أمس بسجنه 7 سنوات بتهمة الاعتداء الجنسي، بينما نفى سعد يوم الأربعاء إقامة علاقة بينه وبين المدعية. وقال المدعي العام في نهاية مرافعته مذنب بارتكاب أعمال اغتصاب، مطالبا أيضا بحظر دخوله إلى فرنسا. وحسب ما أوردته وكالة AFP، فإن المجرد توسل إلى القاضية بأن تصدقه لأنه لم يعرض المدعية إلى أي اعتداء. وكان 7 أصوات من أصل 12 عضو من هيئة المحلفين أقروا أن سعد المجرد مذنب من التهمة المنسوبة إليه. المدة التي قضاها سعد المجرد في سجون فرنسا سيتم احتسابها عليه، لن يتم سجنه، وسيصبح بإمكانه العودة إلى المغرب فور دفع الغرامة. وقبل النطق بالحكم، عادت زوجة سعد المجرد غيثاء لقاعة الجلسة بعد نقل الشرطة لزوجها من القاعة. دخل المدعي العام لقاعة المحكمة قبل لحظات من نطق بعد أسبوع من بدء المحاكمة وحالة من الترقب عاشها محبوه. أسدل اليوم الستار عن هذه القضية التي حظيت باهتمام الرأي العام بعدما أخذت مسارا طويلا منذ عام 2016، حيث دخل الملف في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة للمداولة من قبل 6 محلفين و3 قضاة على